السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم المفضلة يوميات عماد وداليا. طبعا قناتنا الحمد لله كلها معلومات مفيدة للناس. أول حاجة هبتدي أتكلم فيها عشان نقول قولا قاطعا وما نعكش الدنيا على دماغنا كمعاقين. أول حاجة، حاليا طرق العربيات واقف في بورسعيد، أوكي؟ لكن مش واقف بقرار رسمي. ليه مش واقف بقرار رسمي؟ لأن الوزير القديم طبعا اتشال، دلوقتي المفروض هيبقى فيه وزير جديد، تمام؟ فلسه ما عادش على مكتبه عشان يصلح الدنيا ديت، ماشي؟ أولا بلاش نخش في شائعات، أصل ده احتمال يعمله، أصل احتمال السيسي يبقى كذا كذا، لا بلاش الكلام ده. ليه؟ أنت أصلا كده أصلا ممكن تقول أفكار هم ياخدوا بيها يتعبوك أنت أكتر كمعاق، تمام؟ لكن هو من المتوقع يعني ان هو ممكن يضيف بعض الرسوم مثلا، اوكي؟ سواء مثلا لو العربيه اتمسكت او الحاجات دي كلها او في الدفع. لكن موضوع السي ده لا، ما اعتقدش ان هو يقرب من ناحيته، ده قولا قاطعا. الحاجه الثانيه، لما الدنيا تبان اكتر كل حاجه هتبان قدام الكل، وكل حاجه تعرف وكل حاجه هنقولها، ماشي؟ ده كده اول موضوع، كده قفلناه. يبقى احنا كده في انتظار ان شاء الله بعد العيد هنشوف الدنيا هتمشي ازاي، تمام؟ دي اول جزئيه. تاني بقى جزئيه انا هقولها كده بالراحه والتأني. انا بشكر اي واحد دخل امبارح على الفيسبوك وشتمني او قال عليا نصاب. ليه بقى بشكره؟ لان اصلا الغلط بتاع سعادتك انا عملت بيه دعايه ليا. ازاي؟ انت قلت عليا نصاب، صح؟ المفروض الصحيح ان انا اخش اشتمك. لا، انا مش هشتمك، ده انا هقوم كاتب لك تعليق ان الراجل دلوقتي قاعد بيقول عليا نصاب، فبعد اذنكم خليكم انتوا حكم بيني وبينه. اول حاجه عشان العميل يعرف يحكم، خليته دخل على صفحه الفيسبوك اللي عليها الفيديوهات بتاعتي، وبرده كتبت له اسم الصفحه بتاعتي، اسم القناه بتاعتي على اليوتيوب، وبرده قلت له يخش يشوف فيديوهاتي ويشوف تعليقات الناس. الحمد لله تعليقات عملاء كلها حاجه تشرف، لان الحمد لله عمري ما نجحت حد فيهم بفلوس. انا بقول في الفيديو اهو، اي حد انا نجحت بفلوس يجيب الدليل يا جماعه ويحطه في تعليق. انا عمري ما عملتها، انا عمري في حياتي اصلا ما مشيت في سكه شمال، انا متربي على كده، ماشي؟ فعايز اقول لكم امبارح الناس اللي شتمتني ديت، لما انا دخلت وكتبت التعليق اللي انا قلت لكم عليه دوت، كل الناس شافت التعليق الاخر اللي بيقول عليه نصاب، وشافوا التعليق بتاعي، ففعلا دخلوا على صفحتي ودخلوا على قناتي على اليوتيوب. وعايز اقول لكم الحمد لله اكبر كميه حجز جات لي امبارح بسبب الناس دي كلها، فانا عشان كده بشكرهم. وطبعا بشكر عملاء المحترمين اللي دخلوا دافعوا عني، تمام؟ وطبعا انا مش عايز اقول اسماء، لان في برضه في ناس مش عايزه ايه اسمها يظهر يعني، طبعا لان دي حريه الناس الشخصيه، تمام؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، هما ليه يا عم احمد الحكومه دلوقتي بتعمل معانا كده ومين بيخيموا في موضوع عربيات المعاقين؟ اولا الحكومه عندها حق. ليه بقى؟ لان اصلا احنا بامانه والله العظيم ده اللي انا شفته، احنا كمعاقين لساننا زفر، ماشي؟ واول واحد لا مؤاخذه ابتدى يقفل قلبه من ناحيه المعاقين كان هو انا. دي برضه هحكي لكم عليها في يعني في الجزئيه الجايه، ماشي؟ طب ليه يا عم احمد بقى الحكومه عملت فينا كده؟ لان احنا بسم الله ما شاء الله، اولا الحكومه كانت ميسره الموضوع، انت تروح المجالس او سوري تحجز، تروح بورقه المجالس، اللجنه تشوفك، تمام؟ عنده اعاقه يطلع لك الجواب، ماشي؟ طيب. ليه رخموا علينا؟ لان سعادتك الاخوه المعاقين اصلا اللي جابوا عربيات قبل كده بقوا هم كمان سماسره، وبقى يروجوا للجوابات، والكلام بقى على الملأ، وعيني عينك الجواب انا عايز ابيعه مش عارف بكام وايه، الجواب لا انا عايز فيه كذا، تمام؟ طب الجزئيه دي خلتني انا واحد من الناس لما يجي عميل يقول لي انا حجزت ساعدني اقول له لا. ليه بقى لا؟ انت النهارده سعادتك زي ما انت كده انت اللي بتقول اهو، انا ببيع الجواب بشيء وشويات. اذا فانا النهارده معلش لما اخد 500 جنيه واحجز لك مثلا واساعدك، انا كده ما خسرتكش، ده انا كده وقفت جنبك وفدتك اهو، صح؟ الحاجه الثانيه،
معاك فلوس تجيب عربيه ربنا يرزقك، بس انا برضو كده ما ضلعتكش، لانك كده كده يا معاك فلوس يا اما هتجيب فلوس. تمام؟ نفس وجهه النظر ديت الحكومه شافتها هي كمان، لان الاول كان الحجز دوت كان مش عارف ب 300 جنيه ولا 400 جنيه حاجه زي كده. الحكومه غلت لقت المعاقين بيعملوها تجاره. ماشي؟ المهم، فطبعا ده خلى بقى الحكومه تبتدي تفكر ان هي تزنق في الموضوع. ماشي؟ وده اللي خلاها دلوقتي تعمل ستوب لخروج العربيات. ليه بقى؟ لان اصلا في فعلا كروت خدمات طلعت بدون وجه حق لناس ما يستحقوش، وفي ناس طلع لها جواب عربيه بالفلوس وبرضه هم ما يستحقوش. فالحكومه عايزه تظبط الحته ديت، وانا بصراحه انا في ظهر الحكومه في الحته دي. ماشي؟ هتيجي تقول انا مالي؟ هقول لك في لا مؤاخذه في مثل عام معروف بيقول لك الحسنه تخص والسيئه تعم. ماشي؟ نيجي بقى لجزئيه يا عم احمد، طب انت ليه مش بتساعد الناس؟ هقول لسعادتك يا باشا، اولا احنا قلنا في البدايه ان سعادتك يا هتبيع فهيبقى معاك فلوس، يا اما معاك فلوس تجيب عربيه، فانا بالتالي معلش ده شغل واكل عيشي مش هشتغل لك ببلاش، لان ايجار محل اللي انا فاتحه دوت لا مؤاخذه مش بسده ثواب وحسنات، بسده فلوس. ماشي؟ طيب نظامك ايه يا عم احمد؟ اولا انا باخد فلوس الحجز بالعميل زائد حاجه اسمها الخدمات. ايه هي الخدمات الطبيعيه؟ ان انا حجزت لك، نزل ميعاد ببعت لك الورقه جديده فيها الميعاد، ان قبل اللجنه بيوم بفكرك بميعادك، بتجيلي مكتبي بنعمل لك ملفك، حلو الكلام، بتخش تكشف وتروح، اتابع لك النتيجه واتابع لك وصول ورق الجمرك. دي الخدمات الطبيعيه. طب ايه يا عم احمد الحاجه اللي انت بتعملها جدعانه؟ ان انا اصلا بشوف الاعاقه بتاعتك ايه، وبقول لك تقريرك الصح تكتبه ازاي طبقا لحالتك. تمام؟ الحاجه الثانيه ازاي في اللجنه توضح اعاقتك الصحيحه. ماشي؟ انا كده ما عملتش حاجه شمال. فيجي بقى العميل اللي حاجز مع نفسه عايزني بقى اقول له مؤاخذه اقول الديفنسات بتاع الشغل، لا ده انا بقى لي 25 سنه متمرمط وشغال، مش هديك الحاجات دي على طبق من دهب طبعا لا مؤاخذه. ماشي؟ طب يا عم احمد، طب ما احنا لو حجزنا مع نفسنا نجي لك ونديك فلوس وتقول لنا نعمل ايه؟ برضه لا. ليه بقى لا؟ هقول لك ليه. انا حجزت لك وخدمتك، الخدمه دي مجانا، اوكي؟ يبقى انا كده لو انت نجحت هتقول الراجل ده كتر خيره وقف جنبي، ولو انت سقطت مش هتقدر تلوم عليا لان انا كنت بساعدك في الجزئيه ديت. ماشي؟ طيب اللي حاجز مع نفسه ده بقى ما ينفعش ان انا ابيع له المعلومه اللي انا بطلعها ببلاش اصلا، ولو انا طلعتها بفلوس وحصلت على فكره، يعني في ناس يا عم احمد طب ساعدنا مش عارف ايه، قلت له الحجز باخد فيه كذا. ماشي؟ لما يجي بقى يخش يكشف ويسقط، يا عم احمد انت نصبت عليا ليه يا عم؟ ما انت قلت لي على الحاجات ادي دخلت وسقطت. ووجع القلب طبعا عامل لا مؤاخذه النهارده عشان اقعد معاه، انا ممكن اقعد معاه بنص ساعه على فكره وساعات بالساعه عشان تكونوا عارفين. ماشي؟ يبقى انا كده وجع قلبي ده كده راح في الهوا. اذا فانا لقيت نداله، فانا بقى ايه بطلت جدعنه. كويس؟ انا دلوقتي بقى مبدئي حقي وحقك. ماشي؟ انا مش عايز احب العميل ولا عايزه يحبني، انا عايز العميل يلتزم معايا وانا اديله حقه بمرض الله واخد حقي بمرض الله. ماشي؟ فبعد اذنكم مش عايزين شائعات فيما يخص موضوع عدم طلوع العربيات ده، مش عايزين نتوقع حاجات او نتكهن بحاجات الحكومه ممكن تاخدها وتنفذها فعلا ضدنا. يا ريت نقفل بقنا. ماشي؟ لان عايز اقول لكم حاجه، انا واحد من الناس عشان تكونوا عارفين، انا اول واحد نبهت الناس للموضوع ده. انا كراجل شغال بقالي 25 سنه الحمد لله، يعني في ناس قدام وتقال جدا في بورسعيد انا عارفهم، فبلغوني بالخبر، فانا حبيت اطلع جدع ومحترم وقلت يا ابني بلغ الناس عشان لو حد هيجيب من عربيه من بره ما يخسرش، ما يجيبهاش دلوقتي، ولو حد عايز ينزل يشتري ما يجمدش فلوسه دلوقتي ووقفها، لان مفيش طلوع على العربيات. الناس بدل ما تقول لي يعني كتر خيرك، قول لي يخرب بيتك وشك شق انت بتهبد. ايه قله الادب دي؟ اقسم بالله العظيم ثلاثه فعلا في مثل بيقول لولاك يا لساني ما سكت يا قفايا.
احنا عشان معاقين قلالات الادب فعلا كل ما الدنيا عماله تقفل في وشنا والله العظيم. الحاجه الثانيه يعني حتى اذا بليتم فاستتروا. انا ببيع جوابي مش لازم اخش على النت يا عم. حد يقول بيشتري جوابات اخش له على الخاص مش على العام واقول له الجواب بكام، يقول لي بكذا، اقول له لا انا عايز فيه كذا. طيب اهو الحكومه انتبهت لكم اهو. وانا عايز اقول لكم عشان تكونوا عارفين فيما بعد مش عارف يجيب العربيه غير المقتدر. يعني عايز اقول لكم حاجه، اقسم بالله العظيم ثلاثه، لو انا يعني اقول لكم لو انا وزير في الموضوع ده بالله العظيم ثلاثه ما يخلي حد يبيع ورقه. تخيلوا بقى والله العظيم. وعارف ازاي هحكمها والعربيه مين الاولى بقيادتها؟ وبالورقه والقلم. ماشي؟ يعني حتى في جزئيه اللي هي بتاعت المعاقين الذهني الكبير ده لازم يخش فيها مجلس حزبي. دي برضو انا ليا فيها حل، وحل يرضي الطرفين بدون بيع جواب وبدون العك اللي بيحصل ده. ماشي؟ يعني عايز اقول لكم حاجه صغيره. اولا احنا كلنا عارفين ان الساده المعاقين تمام بيبيعوا جواباتهم مش نوع من انواع النزاهه او الرفاهيه، لا طبعا. المعاق بيبيع جوابه اصلا عشان هو مش لاقي ياكل او محتاج فلوس. ففي الحاله دي انا هيبقى عندي حل، والله العظيم. وفعلا حل على فكره. اولا الحل ده هيوفر للحكومه، ماشي؟ لان موضوع بيع الجوابات ده اصلا بيأثر على سوق الزيرو، دي حاجه معروفه. ماشي؟ فانا عندي افكار ان انا ممكن اشيل من هنا حاجه بسيطه. يعني مثلا معلش بتوع الزيرو بيكسبوا بصراحه، يعني ده بيكسب في العربيه لا يقل عن 100,000 جنيه وطالع. ماشي؟ طيب هو النهارده في مثل بيقول لك اكسب قليل تبيع اكتر. دي برضه هيبقى ليها فيها حل. عارف انا ممكن اخد منين احط فين. وبعدين اللي عايز يعمل حاجه، يعني حتى اللي عايز يبيع جواب اهو، شوف بقول لكم اللي عايز يبيع جوابه انا ليا حل فيها دي. والمعاق اللي عايز يبيع جواب على فكره هياخد فلوس ومش هيبيع الجواب كويس. وبتاع الزيرو بدل ما حاله واقف باستمرار، لا هنعرف ازاي نيسر ده مع ده. ماشي؟ وبعدين القصه برضو بيبقى ليها مدد محدده يعني. ماشي؟ بس طبعا كل واحد بقى تفكيره. فانا خليني بقى ايه فاكر عيش ان انا راجل بتاع حجوزات وبساعد، دي حاجه تانيه. ماشي يا جماعه؟ فالله يكرمكم الله يكرمكم، عايزين نبقى محترمين. لان عايز اقول لكم حاجه، اول واحد قفل قلبه من ناحيه المعاقين كان هو انا، وبسبب قله ادبهم. الحكومه دلوقتي برضو بتقفل قلبها من ناحيه المعاقين برضو بسبب قله ادبهم وبسبب يعني ده انا عايز اقول لكم والله اقسم بالله في ناس في موضوع الجوابات دي بالله العظيم اشترت فيلل. لا ماشي؟ الحاجه الاهم من كده عايز برضه اعرفكم حاجه، ان موضوع عدم طول العربيات من بورسعيد دوت فعلا خرب بيت برضه ناس كتير. فياريت الحكومه برضه تشد حيلها شويه. اولا ليه؟ اولا يعني معلش المفروض انا شخصيا بقول لكم لو انا وزير تمام دلوقتي المفروض في ناس ان يعني عربياتها واقفه، المفروض اصلا الناس دي ما تحملش ارضيات الفتره اللي فاتت دي. من ساعه ما سعادتك وقفت طول العربيات تمام ما ينفعش اي حد يشيل ارضيات كمواطن او كتاجر، لان سعادتك سافيه فسعادتك هتشيل يعني هنقول هتشيل عواقب قرارك. ماشي كده؟ بس فربنا يهديكم، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده، وان شاء الله تبات نار تصبح رماد ان شاء الله. ماشي؟ واي حد يا جماعه عايز يخش يشتمني على الفيسبوك انا عينيا الاتنين ليه والله. انا مرحب اقسم بالله. وعلى فكره انا قررت ان انا اطلاقا اقسم بالله العظيم عمري ما اغلط في حد. تخيلوا بقى. بس اللي هيغلط انا هعاقبه بالادب. ماشي؟ الحاجه التانيه هقول لكم بقى انا اصل ليه اسلوب خادع شويتين بس ما يضرش. يعني ايه؟ اولا الناس اللي بتشوف اسلوبي تقول لك لا ده راجل عصبي، لا بس الراجل ده شكله طيب ممكن نقول له كلمتين ويتنازل. لا ده بالعكس. اولا يعني انا فيها ميزه اللي هي مثلا حفظ الاسرار. بمعنى ايه؟ انا عميلي عايز يحجز عندي تمام، لا هاخده بالملي، مش هعمل واجب
ولا جدعنه، لا جدعنه في الخدمات اللي انا بقدمها له. ماشي. طب تعالوا العميل ده عنده مثلا حاجه مضايقاه، عايز يفضفض مع انا عنيت ليه، يحكي كل اللي هو عايزه واسراره كلها ولا كانها طلعت. ماشي. تعالى زعلت مع العميل ده، انا نسيته هو واسراره اصلا. انا طبيعتي كده عشان تكون عارفه. انا طيب، بس بعد لا مؤاخذه ما جات لي جلطه بسبب الجدعنه بطلت ابقى طيب مفتوح. لا، انا بقيت طيب بالعقل. يعني الناس اللي تقدرني انا بقدرها وبالزياده مني جدعنه. ماشي. يعني قبل كده كان عندي واحد، الراجل ده كان ميعاده الساعه 2، فهو عنده مشكله وعايز يعني يروح يخلصها على السريع ويرجع، وهو حاجز عندي. والله العظيم سبت مكتبي ورحت مع حل مشكلته. الموضوع ده خد ساعه ونص ورجعته تاني ودخل كشف. في الحته دي بقى دي لله. طالما بعيد عن شغلي، لا انا اعمل لله زي ما انت عايز. دي حاجه. الحاجه التانيه، مين بقى اللي انا ممكن يعني اشتغل معاهم لله او على قد يعني على هو ذمته، يعني بمعنى اصح، اللي هو مين؟ بتاع تكافل وكرامه. ليه بقى؟ بتاع تكافل وكرامه ده دخله قليل، عايز يزوده، فده بقى عايز يحجز معايا ب100، عايز يحجز ب50، مش فارقه. ليه؟ لان ده عايز يزود دخله، فده انا اقف جنبيه لله. اما بتاع العربيات ده يا هيجيب ويبيع، يا اما هيجيب لنفسه ويشتري. ففي الحالتين يا هيبقى معاه فلوس يا اما هو اصلا معاه فلوس. فانا بالتالي مش هخدم سعادتك ببلاش. وزي ما قلنا، اللي حاجز بره انا ما بخدموش حفاظا على سمعتي، لان قله ذوق الناس طبعا اخاف على سمعتي اكتر من اي مساعده اي حد. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. وقبل ان شاء الله يعني في العيد ان شاء الله او قبل العيد هنزل فيديو تاني وبدون مقطع برضه، بقبل اللي هيبقى بالاسماء، بس طبعا ايه يعني اسماء مختصره يعني احتراما للناس. ماشي. وعايز اقول لكم على فكره، انا من خلال مجالي عايز اقول لكم والله بجد فعلا فعلا كل محافظه بيبقى ناسها ليهم طعم. اقسم بالله من احب المحافظات اللي انا بحب اشتغل معاهم وناس قمه الطيبه. انا بقول قمه ايه؟ الطيبه. والله بتوع اسوان. ومن اجدع الناس اللي انت تتعامل معاهم وعندهم سخاء في الكرم والله بتوع مرسى مطروح. ماشي. و هقول ايه، وبرضه من اجدع الناس بس عندهم يعني إيه هنقول ايه، كرم بس مش مفتوح قوي، بتوع طنطا كرمه. ماشي. بجد فعلا كل محافظه ليها ناسها. الحاجه التانيه او الحاجه الاخيره بقى عشان ما اطولش عليكم، لازم تبقوا عارفين اقسم بالله هو ربنا بيقول ايه؟ ولا تبخسوا الناس اشيائها. تمام. دلوقتي راجل بتعب تعب معين، فانا بقدر تعبي انا ماديا قد ايه. ماشي. والله العظيم على مدار 25 سنه اكتشفت حاجه فعلا ربنا قالها، اللي هي ايه؟ انا عند حسن ظن عبدي بي. انا عند حسن ظن عبدي بي. ماشي. مفيش واحد اتعاملت معاه وكان مسلمها لله الا والله العظيم ربنا كرمه ونجح. ومفيش واحد كان معقدها وكان بخيل وماسك عليها الا وخسر. ازاي؟ ما تقوليش بقى، هو ربنا ليه حكم بقى. يعني لما كنت انزل مع عميل اقول له انت عايز عربيه ايه؟ يقول لي يا عم احمد سلمها لله، نصف في حاجه هيشوفها. والله العظيم انضف حاجه وارخص سعر يقع قدامي. ماشي. الناس بقى التانيه ايه وبكام؟ لا ده احنا سمعنا، لا ده كده غالي، لا ده مش عارف ايه. والله العظيم لو الدنيا فاتحه والله بتقفل. فيا جماعه اعملوا زيي، اقسم بالله العظيم 3. على فكره انا لما باجي اساعد حد والله العظيم ما بفكر اعمل ايه، انا نيتي خالصه لله ان انا اقف جنب الشخص ده لان انا شايف ان هو فعلا يستحق. تمام. وعايز اقول لكم ان انا مش كل العملاء اللي انا بحجز لها بتنجح، لا، بس القصه قصه ايه؟ ان 95% منهم والله بينجح، عشان تكونوا عارفين.
فسلموها لله، واللي فيها لله ما بتغرقش، اقسم بالله العظيم 3. واشتغلوا بمبدأ حقي وحقك. دلوقتي انت سعادتك عايز تجيب عربية لانك فاتح بيت، فعايز تزود دخلك او توفر فلوس مواصلات. اوكي، انا برضو سعادتك فاتح بيت حضرتك، ماشي، فانا برضو عندي ولاد عايزين ياكلوا ويشربوا، وده اصلا مجال اكل عيشي. فما ينفعش ان حضرتك تبقى عايزني لا مؤاخذة اتنازل عن اكل عيشي واخدمك ببلاش. لان انا برضو ما ينفعش، معلش، نفترض انك عايز تبيع جوك مثلا، وانا قلت لك انا هاخده، ينفع اقول لك لا انا عايز اخده ببلاش عشان انت عشان تكسب ثواب؟ هتقول لي لا، صح كده؟ ماشي. فعايز اقول لكم كل واحد ياخد حقه. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه، السلام عليكم.